من حيث انتهينا. أي. وأقصد القرار الصادر بحق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه. قيل في البداية أن التحقيقات سوف تجري في القاهرة، ثم بعد ذلك عرفنا أنها ستجري في الطور وغير ذلك من الأمور. ما هي الموانع الحقيقية التي ألزمت ببقاء الرئيس السابق في شرم الشيخ، خاصة وأنه الحالة المرضية سبقت وصول المحامي العام الأول للنيابة العامة للتحقيق معه؟ هو الحقيقة أنه المعلومات اللي كانت موجودة لدينا أنه صحة الرئيس السابق ليست على ما يرام، وأنه حالته يعني الصحية بتتدهور، فما كانش ممكن ننقله من شرم الشيخ للقاهرة. عملية كانت هتبقى يعني مرهقة، وما عرفش بقى ظروف الصحية تسمح ولا ما تسمحش. فاتصلت بالسيد النائب العام وطلبت منه أنه يجري التحقيق في مدينة شرم الشيخ، بالإضافة أنه عملية تأمينه في القاهرة طبعا عملية يعني أنت عارف حضرتك كثيرين جدا بيترقبوا وصول الرئيس السابق لمصر القاهرة بالذات، فكان لابد من أن نتحوط لهذا الأمر. فطلبت من السيد النائب العام أن يجري التحقيق في مدينة شرم الشيخ، فتم إجراء التحقيق بالفعل في المستشفى التي نقل إليها الرئيس السابق. سيادة الوزير، كيف تم إبلاغ الرئيس السابق بالأمر؟ وماذا كان رد فعل؟ هو لا، رد الفعل ما اعرفش طبعا، انما هو ابلغ في نفس اليوم اللي جالي فيه الجواب بتاع السيد النائب العام، كلمني بالفعل قبل ان يرسل الخطاب، وقال لي انه بصدد اصدار قرار بتكليف الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال بالمثول امام المحقق في مبنى النيابه العامه الموجود في التجمع الخامس. انا اخترت القوات المسلحه، وتم اختار الرئيس بالفعل، الرئيس السابق بالفعل بقرار طلب مثوله امام المحقق في التاريخ اللي كان محدد في التجمع الخامس. اي. تواترت الانباء بقى، حالته الصحيه كانت تعبانه ونقل بالفعل المستشفى. فانا اتصلت بالسيدنا العام وطلبت منه ان يجري التحقيق في مدينه شرم الشيخ. طيب سيادة الوزير، يعني الناس تتساءل، بيقولوا جمال وعلاء جابوهم على لمان ترى أو سجن مزرعة ترى. هذا أمر طبيعي وأمر يجب أن يكون. الرئيس السابق هو في النهاية مواطن مصري. تمام. لماذا الإصرار على بقائه في مستشفى شرم الشيخ رغم أن كافة التقارير الطبية قالت أن حالته مستقرة؟ البعض يتساءل لماذا لا يأتي ويدخل إلى مستشفى السجن؟ لا، هو مستشفى السجن حضرتك عارف مستشفيات السجون مش مؤهله لحاله زي حاله الرئيس السابق. انا معلوماتي مش عايز اخش في تفاصيل، انما معلوماتي انه حالته الصحيه فعلا متدهوره، وحالته الصحيه لو دخل مستشفى السجن ممكن يعني تحصل مضاعفات شديده جدا. المستشفى لا تستطيع ان تواجه مثل هذه الحالات. يعني يفضل انه يجي فعلا ويخش اي مستشفيات العامه، المستشفيات الكبيره، في مستشفيات كبيره كتير، مستشفيات عسكريه ومستشفيات مدنيه. ان مستشفى السجن مش مؤهل لمثل هذه الحاله. احنا المساجين بتوعنا العمليات البسيطه بيخشوا في مستشفى السجن، انما غير كده احنا بننقلهم المستشفيات العامه، المستشفى الماليه الجامعيه ومستشفى عين شمس وغيرها يعني. انما مش المستشفى السجن مش مؤهل. في عندناش غرف عمليات وعندناش غرف افاقه ولا بتاع في مستشفيات السجن، سواء في سجن طرق او غيرها يعني. فمش ما اعتقدش ان مستشفى السجن ممكن ان تواجه حاله مثل هذه الحاله. سيادة الوزير، كيف وصل علاء وجمال مبارك الى طرى؟ ايه الاجراءات الامنيه اللي خدتوها منذ تواجدهما في شرم الشيخ وحتى وصولهما الى لمن ترى؟ طبعا عمليه ان انا انقلهم بالليل كانت عمليه صعبه جدا. انا اتصلت بالقيادة القوات المسلحه وطلبت ارسال طياره عسكريه لنقلهما الى مطار الماظة ومنها الى لمن ترى. وتم بالفعل عقب انتهاء، لانه هو التحقيق تقريبا خلص متاخر بالليل، حوالي الساعه 1 او 2 بالليل. الساعه 6 كان وصل لمن 6 صباح. 6 صباح. يعني عقب ما فيش، ما خدش وقت. طب سيادة الوزير، ناس بتتساءل ليه الإصرار على أن يتواجد جميع هؤلاء المسؤولين في سجن واحد؟ يعني ألا يمثل ذلك خطرا أمنيا بشكل أو بآخر، ونحن أمام محاولات بتتكرر للهروب من السجون؟ مصطفى بيه، ان نوزع العدد ده على اكثر من سجن يبقى هيعمل لي مشكله، لاني لازم أأمن جميع هذه السجون.
لازم أأمن جميع هذا. أنا مأمن السجن ده تأمين جيد جدا. في فرق بين ان انا انقل من سجن في وادي النطرون او انقل في سجن مش عارف ايه للمحكمه في التجمع الخامس. هتبقى في اكثر من خط سير. عمليه بتبقى بالنسبه لنا مرهقه، يعني عمليه من الناحيه التامينيه بتبقى مرهقه. فاحنا امنا هذا السجن تامين جيد. وانا اخليته يعني غالبيه المسجونين الجنائيين اللي فينا وزعناهم على بقيه السجون، وبالتالي اصبح هذا السجن يعني مؤمن تامين جيد. بالاضافه انه السيد النائب العام طلب انه يعزل كل مسجون من دول في مكان خاص بعيد عن بقيه المسجونين عشان ما يبقاش في اتفاق بينهم على الاقوال في التحقيقات. فتم هذا بالفعل. لما يبقى في مكان واحد مؤمن تامين جيد وقريب من المقر اللي هتجري فيه التحقيقات، بيبقى اضمن لي من ان انا اوزعهم على 5 6 سجون وابتدي انقل من 5 6 سجون. عمليه تبقى مزعجه جدا ومرهقه جدا بالنسبه للامن. بس اسمح لي سياده وزير، انا في يوم من الايام كنت ضيف على سجن مزرعه الطرة وعارف اللي فيه. يعني زنازين كبيره اكيد مع بعض او مستشفى. يعني ما فيش نظام الزنازين الصغيره اللي ممكن اقدر اقول تعمل عازل بين واحد والثاني وملعب. لا هم في حاجات بسيطه لكن هم عدد كبير. لا هم كل مجموعه فعلا في زنزانه كل مجموعه. نعم. كل 2 3 في زنزانه واحده. والمساجين الجنائيين؟ لا المساجين الجنائيين ما اقول لحضرتك نقلنا معظمهم كلهم تم نقلهم. نعم. طب في كلام من سياده الوزير على انه هؤلاء المساجين من الشخصيات الحكوميه والقياديه السابقه تتمتع بميزات ربما لا يتمتع بها المساجين العاديين، موبايلات، قيل لابتوب وغير ذلك من لا موبايلات ولابتوب ده غير صحيح. غير صحيح. وحتى كان اخيرا احد كبار المسؤولين دول السابقين طلب يعني يحتفظ بالموبايل بتاعه، وقيل له ان لائحه السجون لا تسمح وسلمه بالفعل. ما فيش حد معاه لا موبايلات ولا لابتوب ولا بتاع ولا الكلام ده كله. الكلام ده هو طبعا لازم نفرق بين مسجون بحكم وبين واحد يعني ده محبوس حبس احتياطي. لائحه السجون حضرتك عارف بتفرق بين ده وده في المعامله. ده ليه معامله وده ليه معامله. احنا بنطبق لائحه السجون بالنسبه لدول زيهم زي اي محبوس احتياطي. نظام الزيارات الخاص بيهم سياده الوزير بيتم ازاي؟ بيجيب تصريح من النيابه وبيخش اذا في تصريح بنفس المواعيد. في نفس المواعيد. يعني النيابه مثلا بتدي احيانا تصريح مره كل اسبوع مثلا. نفس المواعيد. بيتم الالتزام بهذا. احنا بننفذ ما تصدره النيابه من تعليمات فيما يتصل بالزياره بالنسبه لهؤلاء جميعا. ما فيش حاجه اسمها زياره داخل طالع الكلام ده مش وارد يعني. هل في زيارات تمت الايام الماضيه لكبار المسؤولين داخل سجن لمنطر او مزرعه الطرة؟ لا انا ما عنديش فكره بالظبط تفصيل هل في، بس طبعا المساجين القدام بالقطع في زيارات، انما بالنسبه للجداد ما اعتقدش في حد. انما المساجين القدام بالقطع في زيارات بتتم بتصريح من النيابه العامه، النيابه المختصه يعني. طيب سياده الوزير، فيما يتعلق بالموقف الامني، يعني احنا مدركين تماما المسؤوليه اللي على جهاز الامن في مصر، ومدركين صعوبه المرحله التي تعيشها الشرطه في هذا الظرف التاريخي. السؤال الاساسي الذي نريد ان نطرحه، حتى الان لا يزال الناس يشعرون بأن التواجد الشرطي ليس هو كما كان متوقعا. حضرتك لما جيت قلت أنك هتعمل على إعادة شرطة إلى الشارع. حتى الآن أستطيع القول أنه الشرطة ليست بكامل طاقتها في الشارع. ما السبب في ذلك؟ أقول لحضرتك حاجة يا أستاذ مصطفى. حضرتك عارف أن هناك مطالب فئوية كثيرة موجودة في الشارع. لكثير جدا من الوزارات، وهذه المطالب في جزء كبير منها مشروع، وفي جزء كبير منها مشروع صحيح بس تنفيذه يتعذر تطبيقه في الوقت الحالي. من ضمن المطالب المشروعه افراد الشرطه. بيقول لك انت بتشغلني اكثر من 8 ساعات. وقانون العاملين المدنيين بينطبق علينا في مثل هذه الحالات. ما بيطبقش. ضابط افراد الشرطه وضابط الشرطه بيشتغل ب 12 ساعه و13 ساعه وبتاع الكلام ده، طبعا بيترتب عليه انه في زياده موجوده في الشارع. لما بتطبق المواعيد اللي هي مفترض انك انت تطبقها اللي هي 8 ساعات بالنسبه للافراد، بالقطع لازم يتناقص العدد. دي نمرة 1. نمرة 2، هو اصلا في عجز في الشرطه، في عجز في الافراد بالذات. الافراد في عجز يعني يقترب من حوالي 35 40 الف. ده سببه ايه يا فندم؟ استقالات ولا؟ سببه لا مش استقالات، في استقالات في الشرطه. ما الكلام ما يقال انه في 6000 استقاله في ضباط شرطه، الكلام ده مش صحيح. ولا في استقالات برضه بالنسبه للافراد. استقالات يعني انا عارف انه في خلال الفتره اللي فاتت دي عدد الاستقالات بالنسبه لضباط شرطه لا تتجاوز 13 14 حاله.
ده العدد الطبيعي في مثل هذه الحالات. انما اللي حاصل فعلا ان هناك عدم اقبال على العمل في جهاز الشرطه. حضرتك عارف المرتبات اساسا متدنيه، مش هتكلم يعني التفصيل، انما في مرتبات متدنيه. النهارده فرد الشرطه بيتقاضى مرتبات هزيله، وبالتالي ما فيش اقبال على عساكر الدرجه الاولى اللي هي اصلا زمان كان عصب جهاز الشرطه هو فرد الدرجه الاولى او المندوب او الامين الشرطه. النهارده ما فيش اقبال على العمل في الجهاز. بس اظن وزير الداخليه السابق اللي هو محمود وجدي زود الحوافز حوالي 100%. لا هنزود حوافز، وانا زودت الحوافز برضه، بس لما ده حتى هذه الحوافز والمحصله النهائيه مش جزء من المرتب. الحافز ده مش لا بتاخد منه ضريبه ولا بتاخد منه معاش ولا بتاخد منه في الاخر، يعني ما بيفيدش الموظف العام اي مكان ضابط شرطه ولا فرد شرطه، ما بيفيدش الموظف في نهايه خدمته في المعاش. وتزود فعلا المعاش، انما لا زال برضه حتى رغم هذه الزياده لا زال المرتب ضئيل. فده احد اسباب، يعني طرح في خلال فتره من فترات انه نستعين بخريجي الجامعات يشتغل فرد امن في الشارع. وقيل انه ممكن ياخد مرتب 1200 جنيه. طب هو انت وديت 1200 جنيه لاي فرد ما هيجي يشتغل عندك. فللاسف الشديد عدم الاقبال على العمل في جهاز الشرطه مرده اساسا الى يعني تدني المرتبات في الجهاز. لكن حتى الان نستطيع القول سياده الوزير انه في مواقف حاسمه ومهمه جدا يتوجب تدخل الشرطه فيها لكنها لا تتدخل. امامنا مثلا ما حدث في الاستاد، وامامنا اشياء كثيره وتظاهرات او غيره. مش عايزين نخش في تفاصيل ما حدث في الاستاد. ما حدث في الاستاد ما كانش قصور من الشرطه عشان نخش بتفصيل، لان قوات الشرطه كانت موجوده والناس دي نزلت فجاه، بيبان اتفتحت، الناس نزلت بيبان اتفتح. طبعا انا كنت في هذه اللحظه والوقت ده بالذات انا كنت نازل من عربيتي رايح عزا، وكلموني قالوا لي ده في حاجه في الاستاد، فنزلت على مكتبي فتحت التلفزيون لقيت الملعب فيه مش اقل من 5-6 آلاف بني ادم عم يجروا رايحين جايين. القوات موجوده، كان ممكن نتعامل. ما ينفعش بقى التعامل في مثل هذه الحاله. يعني انا اديت تعليمات في ساعتها، انا اتصلت بمدير امن القاهره قلت له حذاري انك انت تتعامل وتضرب الناس، لانك انت هتكون نتيجه انك انت لو تعاملت مع الناس دي، ما هي تحت اي ظرف. قيل انه معاهم سلاح، الكلام ده مش صحيح. دخلوا بسلاح ابيض. لا ما حصلش. لا الكلام السلاح الابيض ده مش موجود. لانه بدليل ايه؟ الاصابات كانت كام؟ 9 افراد. 3 من الجانب التونسي و6 من الجانب المصري. ما فيش ولا احد فيهم اصابه بجروح، كلها ردود. يعني مش ما فيش حد معاه سلاح ابيض كما قيل. يعني هتخش تتعامل مع ال 5-6 آلاف، معنى كده هتبقى في اصابات على الاقل في 500-600 واحد، وهيبقى عندك برضه في الشرطه مش اقل من 100 واحد مصابين. الكلام ما ينفعش. بيجروا في مش سيبناهم. احنا قلت التعليمات ان يؤمن اللعيبه بتوع التوانسه واللاعبين المصريين، ويؤمن الحكام والاداريين لغايه ما القصه دي تنفض. طب ما هو النهارده في ماتشين وامبارح كان في ماتشين، ما حصلش حاجه. قوات الشرطه موجوده في الاربع مرات. النهارده في ماتشين موجودين، وامبارح كان في ماتش الاهلي والشرطه وماتش المصري واحد فرق القوات المسلحه، والامور مشيت عادي طبيعي جدا. ما فيش. لكن ملاحظ سياده الوزير انه الامن واخد استراتيجيه عدم التدخل، يعني كأن هناك عارف اللي على راسه بطحه حاسس بيها. مصطفى بيه عدم التدخل في فتره من فترات طبعا كان وارد. ليه؟ لانه كان في ظروف نفسيه سيئه بتواجه ضابط الشرطه وفرد الشرطه. انما دلوقتي احنا بننزل حملات يوميا. اقول لحضرتك حاجه، المساجين اللي خرجوا من اللمانات ومن السجون كانوا كام؟ 23,000 مسجون. 23,900 مسجون، حوالي 24,000 واحد. المتبقي منهم الان كام واحد؟ حوالي 9,600. طب مين اللي جاب دول؟ ما مش شرطه تأكيد، شرطه والقوات المسلحه. شرطه والقوات المسلحه. والشرطه دلوقتي في الفتره الاخيره، الشرطه اساسا دلوقتي في الفتره الاخيره احنا كل يوم بنضبط مساجين. في السلاح برضه نفس القصه، في سلاح اللسام كميه ضخمه جدا من الاسلحه نهبت من اقسام الشرطه ومن ضبط جزء كبير منها برضه. لسه لا زال باقي جزء، ولسه لا زال باقي جزء مسجونين في حوالي 8,000 او 9 اقل من 9,000، حوالي 8,600 مسجون لسه لا زالوا طريق السراح، وفي جزء كبير من السلاح موجود. مين اللي جاب